انا حزين وانا بقول القصة دي. للأسف فيها حاجات هي بس مش مرعبة، هي تقطع القلب، هي تخليك مصدوم وهتخليك عمرك ما تتخيل ان في بشر بالشكل ده. تخيل معايا كده جزيرة في نص البحر، مكان ساحر، اي حد هيشوف الجزيرة دي هيقول دي جنة الله على الارض، مكان مفيش زيه للراحة والاستجمام. الجزيرة دي حقيقية موجودة فعلا في منطقة الكاريبي، وكان بيمتلكها راجل أعمال ملياردير، راجل يعني واصل جدا وعنده علاقات بأكبر رؤوس في العالم، سياسيين، فنانين، أمراء، أسماء تقيلة قوي كانت بتيجي زيارات للجزيرة دي. لحد هنا الصورة حلوة صح؟ بس للأسف دي كانت بس الصورة اللي من بره، الحقيقة كانت مستخبية ورا الأسوار العالية دي، وكانت سودة بمعنى الكلمة. الجنة دي كانت في الحقيقة مكان لمأساة بتحصل لبنات في عمر صغير. الجزيرة دي تحولت لحاجات بشعة مش هقدر اوصفها، تجارة في البشر. كان بيتم استدراج بنات صغيرين قاصرات ملهمش أي ذنب بوعود كدابة عن مستقبل أحسن أو شغل. بمجرد ما رجليهم تلمس الأرض الجزيرة والباب بيتقفل، يبدأ الكابوس واستغلالهم. الضيوف الكبار اللي كانوا بيجوا ما كانوش جايين يتفرجوا على البحر، كانوا بيجوا علشان يشاركوا في الحفلات، حفلات كسر براءة البنات دي والتعدي عليهم بطرق ما تتوصفش. أسرار كتير ودموع أكتر اتدفنت في الجزيرة دي لسنين طويلة ومحدش دريان. ومش بس كده، الحكايات عن الجزيرة دي ما خلصتش على اللي أثبتته التحقيقات، لأ ده في كمان جانب غريب، الجانب اللي هيخلي خيال الناس يروح لبعيد. على الجزيرة دي كان في مبنى غريب جدا، مبنى شكله مش طبيعي، قبة ذهبي وخطوط زرقاء وشبابيك كأنها معمولة علشان تخبي اللي جوه مش تنوره. والمبنى ده اتسمى المعبد. الاشاعات ابتدت تلف العالم، ايه اللي بيحصل جوه المعبد ده؟ ناس قالت ان تحته انفاق سرية بتنقل الضحايا بعيد عن العيون، وناس تانية خيالها شطح اكتر وقالت ان المكان ده بيتعمل فيه طقوس غريبة ومحرمة، طقوس ليها علاقة بالسحر الاسود او معتقدات منحرفة، وان الموضوع اكبر بكتير من مجرد استغلال. وفي حاجات اكتر مرعبة بتحصل جوه الجدران دي، زي مثلا اكل لحوم البشر. دي من اسوأ الحاجات اللي سمعتها عن الجزيرة دي، والاسوأ انه كانوا بيستغلوا اطفال صغيرين. بسأل نفسي ايه اللي كان بيحصل على الجزيرة دي حقيقي؟ الله اعلم، يمكن تكون مجرد اشاعات من كتر الغموض، ويمكن تكون جزء من حقيقة مرة. اللي احنا متأكدين منه ان صاحب الجزيرة دي نهايته كانت في الزنزانة، وخد اسراره معاه للقبر، والجزيرة نفسها اتباعت وبيحاولوا يحولوها لمنتجع سياحي عادي علشان يمسحوا التاريخ الاسود. بس السؤال هيفضل موجود، يا ترى كم سر لسه مدفون في جزيرة أبستن ومحدش يعرفه ابدا؟